تخيل ان اشهر اكله في المطبخ المصري اللي بيجي لها الناس من كل الدنيا عشان يدوقوها كانوا المصريين القدماء بيعتبروها نبات مسموم، ومش بس نبات مسموم، لا ده كانوا بيخافوا منها، ولما بيشوفوها في ارضهم لازم ينزعوها على طول. خية نبات مصري كان بيخاف منه المصريين وبيعتبروه نبات سام، وكانوا دايما لما يشوفوه في اراضيهم لازم يشيلوه. الهكسوس لما عاشوا في مصر وكانوا عاملين حبايبنا واخواتنا وعايشين وسطنا، اتمسكنوا لحد ما اتمكنوا وعملوا قوة عسكرية غزوا بيها مصر كلها. في الوقت ده مارسوا كل انواع الارهاب النفسي على المصريين، وكانوا بيدوروا على كل حاجة بتضايقهم او بيخافوا منها ويرغموهم ان هم يعملوها. فكان من ضمن الحاجات دي نبات خية اللي المصريين كانوا بيخافوا منه وبيعتبروه نبات سام. اصروا الهكسوس ان المصريين ياكلوا خيه، وكانوا بيقولوا لهم ملو خيه، يعني كلوا خيه. المصريين اتفزعوا واترعبوا وحسوا ان كلهم هيموتوا مسمومين، لكن الحقيقه النتيجه كانت عكسيه تماما. اكلوا خيه ولقوها جميله جدا وطعمها حلو جدا ومش مسمومه ولا حاجه، ومن ساعتها والملوخيه هي طبق اساسي ورئيسي على السفره المصريه، واتحدى حد فيكم ما يكونش كلها في رمضان. وفي العصر الفاطمي الخليفه الحاكم بامر الله كان شايف انها اكله ملوكي ما تليقش بعامه الشعب، عشان كده سماها ملوكيه ومنعها عن الشعب المصري. بس على مين يابا؟ ده احنا عملنا منها كميه وصفات، اللي بورقها على طول واللي متخرطه والناشفه، وكمان ضفناها في اكلات زي البصاره اللي لحد يومنا هذا في الصعيد لما بيعملوا البصاره بيعملوها بالملوخيه الناشفه مش بالخضره زينا. وبما اني واثقه في كل ستات مصر ان مفيش واحده فيهم ما تعرفش تعمل طبق الملوخيه على ابوه وتشهق عليه، عشان كده النهارده هعمل لكم وصفه الملوخيه الناشفه دي بقى، جايبها لكم من عند عماتي في الصعيد. الوصفه دي هنحتاج فيها شوربه، اي نوع شوربه متاح عندك، بس شوربه الارانب بتبقى تحفه في الوصفه دي، ربطه كزبره، ربطه سل، توم مفروم، وطماطمايه مبشوره. وما ننساش الملوخيه الناشفه. اول حاجه هنعملها هنغسل ربطه السل وربطه الكزبره كويس قوي ونخرطهم بالمخرطه كاننا بنخرط ملوخيه، تخريط ناعم قوي. هنحط الشوربه بتاعتنا تغلي على النار، واول ما تغلي هننزل فيها الخضره اللي خرطناها وشويه توم مفرومين صغيرين قوي ني. نجيب بقى الملوخيه الناشفه. الملوخيه الناشفه ساعات بتبقى عندنا جايه خشنه شويه، يا نضربها في المطحنه يا نفركها بين ايدينا كويس قوي لحد ما تبقى ناعمه بودره. هتضيفي الملوخيه الناشفه للشوربه اللي بالخضره تدريجي، وخلي بالك ان الملوخيه الناشفه غير الملوخيه الخضراء، بتتقل كل ما تزيد، فحاولي ان ايدك تبقى ميزان، تحطي وتقلبي وتشوفي السمك اللي وصلتي ليه قد ايه، ولحد ما توصلي للسمك اللي انت عايزاه او اخف منه شويه اطفي النار. طفينا النار، طماطمايه المبشوره بتاعتنا هنحطها فوق الملوخيه ونديها تقليبه. هنعمل بقى التقليه بتاعتنا عادي خالص، توم مفروم وعليه كزبره ناشفه ومعلقه سمنه حلوه كده، ونشوحه كويس قوي لحد لما يبقى لونه ذهبي وندلقه فوق الملوخيه. تشهقي بقى او ما تشهقيش، الملوخيه الناشفه ما بتسقطش على ضمانتي. جربوا ولو مره واحده الملوخيه الناشفه بدل الخضراء وقولوا لي رايكم ايه، وهرجع لكم تاني بوصفه جديده من الاكل اصله مصري.